الأهلي النهارده من غير شكل، من غير تجانس، من غير دوافع، الأهلي في طريقه لخسارة الدوري العام. هل أزمة إمام عاشور تؤثر على نفسية لاعيبة الأهلي؟ اكتبوا لي في الكومنتات. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما عودتكم في كل مباراة إن إحنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على أداء اللاعبين وبالتالي بتأثر على نتائج المباريات. النهارده في مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي تقريبا النادي الأهلي ما وصلش الاستاد. النادي الأهلي ما كانش عنده تحضير لا نفسي ولا معنوي ولا بدني ولا تكتيك للاعيبته. لاعيبة النادي الأهلي استسهلت الماتش، فلاعيبة البنك الأهلي عاقبتهم وخطفت منهم نقطتين في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية في سباق الدوري العام. بدأت المباراة ولاعيبة البنك الأهلي عندها دوافع وحوافز كبيرة جدا للفوز على النادي الأهلي النهاردة. يقابلها النادي الأهلي بدون أي انتفاضة ولا دون أي تحضير ولا أي روح ولا أي أداء. لاعيبة النادي الأهلي النهارده ما وصلوش الاستاد وما نزلوش من الأتوبيس. لعيبة النادي الأهلي كانت وحشة جدا النهارده. مفيش في الأهلي حد كويس. لعيبة النادي الأهلي ما بيتحركوش في الملعب. لعيبة النادي الأهلي مفيش باصتين ثلاثة في الشوط الأول عملوهم مع بعض. اللعيبة تحس اللي هي أصنام بتتحرك في الملعب. أصنام بدون رغبة، بدون دوافع، بدون روح، بدون رغبة في المكسب. تحس ان لعيبه الاهلي متصدره الدوري العام بفرق 10 بونت وفاضل مباراه على نهايه الدوري العام. ما يعرفوش اللي هم ما عندهمش رفاهيه خساره اي نقطه. بالعكس، البنك الاهلي كان احسن وكان افضل وجاب جون في الدقيقه 11 وانتهى الشوط الاول والبنك الاهلي متقدم. الشوط الثاني الاهلي اتحسن نسبيا، ولكن اللي ساعده على كده التكتل اللي زياده عن اللزوم للاعيبه البنك الاهلي. لعيبه البنك الاهلي تقريبا كانت بتقابل النادي الاهلي من على حدود ال 18، فادى اريحيه للعيبه الاهلي في التحضير واللي هي تنقل الكره في نص ملعبها، فبان الاهلي افضل ولكن بدون اي فاعليه وبدون اي خطوره. لعيبه الاهلي تحس اللي هي مش مركزه. لعيبه النادي الاهلي لا عرضيه عدله ولا بصره عدله ولا اي حاجه كويسه قبل الدقيقه 80. اللهم اني في الدقيقه 80 كوره ما بين حسين الشحات وتريزيجيه بيحطها على شمال الجون، جون ماركة تريزيجيه، جون يعني شخصي لتريزيجيه. هو اللي ساعد نفسه بنفسه في الجون. فين بقيه لعيبه الاهلي؟ مفيش لعيبه الاهلي. قلنا بعد الدقيقه 80 النادي الاهلي هيتحمس وروح الاهلي هترجع والاهلي هيحاول يجيب جون كمان عشان يكسب المباراه، ولكن بدون اي فايده. اللاعب الجديد راس حربه بتاع الاهلي اللي هو كاموتش، جات له كورتين في ال 18 والله يا جماعه ما يضيعوا. كوره على شماله بدل ما بيركنها عشان تبقى على يمين الجون، الراجل بيلعبها بقصبه رجله عشان تروح في المدرجات. مش عارف، انا مش عارف نقول ايه بصراحه. ولكن انا مش عاوز نظلم الراجل ده. اول تلت ساعه مع النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي طبعا كلها النهارده مش كويسه، لعيبه وحشه جدا باستثناء تريزيجيه. تريزيجيه هو اللي احرز الجول في الدقيقه 80، هو اللي بيتحرك، هو اللي عنده قلب، هو اللي عنده روح، هو اللي عنده رغبه في المكسب بخلاف كل لعيبه النادي الاهلي. السؤال بقى يا جماعه، انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي بقى لها ماتشين مش مركزين من مباراه يانج افريكانز ومباراه البنك الاهلي النهارده. انا شايف اللي ازمه امام عاشور نجحت اللي هي تاثر على تركيز اللعيبه. اللعيبه عارفه اللي امام غلطان، ولكن العقوبه الكبيره اللي امام استحقها من الواضح اللي هي خوفت اللعيبه وخلت اللعيبه تفكر زياده عن اللزوم،
فخد من تركيزها ومن تفكيرها في المباريات. عقاب إمام عاشور شتت اللعيبة، كل اللعيبة بقت بتفكر وبتلعب وهي خايفة، وكل سلوك اللعيبة بقى على المحك. اللعيبة بقت جوه الملعب خايفة، احنا خايفين من عقوبة إمام عاشور، احنا خايفين لا يتطبق علينا عقوبة داخل النادي الأهلي. يا ريت الجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي والنفسي للنادي الأهلي يتكلموا مع اللعيبة ويرجعوهم لتركيزهم تاني، عشان احنا كده في خطورة لو فقدنا نقط تانية في الدوري العام. كده الأهلي في المركز الثالث ب 27 بونت بعد سيراميكا وبيراميدز. سيراميكا 32 بونت وبيراميدز 28 بونت، ولكن سيراميكا لاعب مباراة زيادة عن النادي الأهلي. يعني باختصار النادي الأهلي ما عادش عنده أي رفاهية لخسارة أي نقط تانية في سباق الدوري العام، وربنا يستر. زي ما عودتكم في نهاية كل مباراة اللي احنا بنقيم أداء لعيبة الأهلي. ويا جماعة احنا تقييمنا شامل التكتيك والأسباب والعوامل النفسية اللي بتأثر على أداء اللاعبين ومدى انضباط اللاعب نفسيا وسلوكيا داخل المباريات. محمد الشناوي 6، أحمد عيد 2، بيكم 4، ياسين مرعي 5، كوكا 3، مروان عطية 5، بن رمضان 2، حسين الشحات 3، أشرف بن شرقي 2، تريزيجيه 6، مروان عثمان 3، زيزو 2، محمد هاني 4، ديانج 3، كاموتش 0، يسترب مدرب الأهلي 0. شكرا لكم وإلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.